بيان إلى رأي العام. رغم كل الانتهاكات التي تقوم بها المرتزقة اللاوطنيين في المناطق المحتلة من قبلهم، أصبحت انتهاكاتهم تتخطى الأعراف والقوانين الدولية وحقوق الإنسان، من خطف وأسر وانتهاك للأعراض وقتل وتنكيل وقطع الأشجار وآخرها. كانت انتهاك وتمثيل بجثث الشهداء في سريكانية، حيث جعلوا من مزار الشهداء هناك ساحات للتدريب وسواها بالأرض، وعلما أن القاعدة 113 من بيان القانون الدولي الإنساني واتفاقية لاهاي 1907 واتفاق جنيف وبروتوكولاتها الإضافية والتي اعتبرت الاعتداء على الموتى والتمثيل بجثثهم جريمة اعتداء على كرامة الإنسان، ويعاقب عليها النظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية. فنحن كمجلس المرأة لعوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا نندد وبشدة هذه الممارسات المنافقية اللاخلاق والبعيدة عن الإنسانية، وننادي المنظمات الحقوقية والقانون الدولي بتدخل لوقف تلك الانتهاكات التي تحصل أمام ناظر العالم. وتلك المنظمات ومن ضمنهم الضامنين الروسي والأمريكي، حيث يتلامسون تلك الممارسات وتحصل أمام ناظرهم ودون أي تدخل أو تنديد. لذا فصمتهم يعطي للمرتزقة والمتوحشون الشرعية بفعل تلك الأعمال الإجرامية بحق الأحياء وقبور الشهداء في سريكانية. فشهداؤنا هم قيم ثورتنا وقدستها، وهم من ضحوا بأنفسهم لتحرير الأرض من دنس الأعداء والمحتلين. ونعاهد شهداؤنا بأننا سنناضل حتى الرمق الأخير لحماية مقدساتنا وأرضنا وعرضنا.